ديوم هديرة وخلخة قو أمرت مات مريم بنو هضراء كتئيلة شاوعة ضصلوتا اتخيدا اتكلت عيتاثا وآها من خرزة شاوعة منو هضراء. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. على كثرتهم وعددهم الذي لا يحصى رجال ونساء وأطفال متنوعون ومختلفون من حيث الأصل والمظهر والأمة واللغة وطريقة الحياة والعمر والمعرفة والفنون وأسلوب الحياة والتقاليد والنزعات والعلوم والامتيازات والمصير والأمزجة والعادات، فهم كلهم في الكنيسة التي من خلالها يولدون من جديد ويخلقون مجددا في الروح. إنها تعطي وتمنح الجميع على قدم المساواة نفس الصورة والاسم الإلهيين ليكونوا في المسيح ويحملوا اسمه، وتكون لهم نفس العلاقة البسيطة وغير المنقسمة وغير القابلة للتجزئة في الإيمان، والتي لم تعد تسمح بالاعتراف حتى بوجود الاختلافات الكثيرة بينهم التي لا توصف، لأن الجميع ينتسبون إلى الكنيسة ويجتمعون فيها. نودي مار الألهوثاخ ونزقود الماروثاخ وشوخة أمينة دلا شلوى نسق لثليثايوثاخ مشبختا خل عدا ما ردخول آوا وورا وروخة قدشا العالمين. آمين. السادة المطارين الأجلاء، الآباء الكهنة الأفاضل، الشمامسة الموقرون، الأخوات الراهبات والمكرسات، وجميع الحاضرين من جوقات وأبناء وبنات الكنيسة، مساء الخير عليكم جميعا. فرحون اليوم أن نستقبلكم في هذا الحدث والذي يتضمن صلاة في هذا اليوم من أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. سعداء أن يكون لنا نحن في كنيسة المشرق الآشورية هذه الفرصة لنتشارك كلنا مع بعض في الصلاة من أجل التقارب ومن أجل أن نكون كنيسة واحدة في إيماننا، في صلاتنا، في مواقفنا المسيحية. لذلك أكرر الترحيب بكم، وأتمنى أن نقضي لحظات مقدسة مباركة في هذه الصلاة في هذا اليوم. الرب يبارككم جميعا. Wow.
المزمور 131. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. يا رب لا يتكبر قلبي ولا تستعلي عيناي. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. ولا أتهالك على ما هو أعظم وأحب مني. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. بل أهدئ نفسي وأسكتها مثل مفطوم في حضن أمه، مثل مفطوم أهدئ نفسي. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. قراءة من رسالة بطرس. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، لأنه شملنا بفائق رحمته فولدنا بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولادة ثانية لرجاء حي ولميراث لا يفسد ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات، أنتم الذين بالإيمان تحرسكم قدرة الله لخلاص سينكشف في اليوم الأخير، به تبتهجون، مع أنكم لا بد أن تحزنوا حينا بما يصيبكم الآن من أنواع المحن التي تمتحن إيمانكم، كما تمتحن النار الذهب وهو أثمن من الذهب الفاني، فيكون أهلا للمديح والمجد والإكرام يوم ظهور يسوع المسيح. أنتم تحبونه وما رأيتموه، وتؤمنون به ولا ترونه الآن، فتفرحون فرحا مجيدا لا يوصف، واثقين ببلوغ غاية إيمانكم وهي خلاص نفوسكم. شلام عم فون قال قديش دمارني شو عم شيحة كارزوثة يوحنا فلما وصل يسوع وجد أن لعازر في القبر من 4 أيام، وبيت عنيا تبعد عن أورشليم نحو ميلين. وكان كثير من اليهود جاءوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت لاستقباله، وبقيت مريم في البيت. فقالت مرتا ليسوع: لو كنت هنا يا سيد ما مات أخي، ولكني ما زلت أعرف أن الله يعطيك
كل ما تطلب منه. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. فأجابت: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الآخر. فقال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي يحيا وإن مات، وكل من يحيا مؤمنا بي لا يموت أبدا. أتؤمنين بهذا؟ أجابت: نعم يا سيد، أنا أؤمن كل الإيمان بأنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. شوحة لا لها أمينا إيث وبركثة مريا عليكم. تفضل. الإخوة الأجلاء، نجتمع اليوم لنعيش معا لحظة صلاة مشتركة بين المسيحيين المنتمين إلى كنائس وتقاليد مختلفة. يمكن أن نقع أحياناً في فخ اعتقاد أن مثل هذه اللحظات هي مجرد عادة أو حدث احتفالي بلا تأثير عميق، وربما نمارسها بلا شعور حقيقي. لكننا هنا معاً لنشكر الله على الشركة التي تجمعنا، حتى وإن لم تكن مكتملة ولكنها حقيقية. وهذه الشركة الأخوية لا يمكن أن نعتبرها أمراً مفروغاً منه. يجب أن نتذكر هذا جيداً، خاصة في هذه الأيام التي أصبحت أكثر قسوة بسبب الحروب والصراعات التي تحدث في مجتمعاتنا. نحن نعلم من خلال التجربة أن غياب اللقاءات وتجاهل وتباعد بعضنا عن البعض، حتى وإن لم يكن ذلك عن قصد، يساهم في خلق فراغ ستجد فيه الكراهية أرضاً خصبة. لكن من أين نبدأ؟ وعلى أي أساس نبني رحلتنا نحو الوحدة؟ وأي وحدة نقصد؟ قد يكون النص الإنجيلي الذي تم اختياره لهذه السنة نقطة انطلاق مهمة للوصول إلى هذا الهدف. فيسوع يسأل مرتا: أتؤمنين بهذا؟ واسمحوا لي أن أعيد صياغتها بنفس الكلمات: أتؤمنين أنني أنا القيامة؟ أتؤمنين أنني أنا الحياة؟ أتؤمنين بأن الذي يؤمن بي وإن مات فسيحيا؟ أتؤمنين بأن من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد؟ إنه يضع مرتا وبالتالي يضعنا نحن أيضاً أمام التساؤل عن إيماننا. الإيمان بوجوهه المتعددة، الإيمان كمعتقد، والإيمان كثقة، والإيمان كحياة، كما صنفه مؤلف كتاب المجد. فبالإيمان يعلن المسيحي عن عقيدته بالله الذي يوحي بذاته ويوحي تدبيره الخلاصي للإنسان، وبهذا يهب الإنسان لله عقله. وبالإيمان يضع المسيحي كامل ثقته بالله، معتمداً على كلامه وقدرته بثقة تامة، وبهذا يهب لله إرادته. وبالإيمان يسلم المسيحي كل حياته لله ويسعى إلى العيش وفق وصاياه، وبهذا يهب لله حياته. فالإيمان بهذا المعنى يعني أن نقر بالحقائق الموحى بها، وأن نثق بالله، وأن نحيا من أجله. وهنا تكمن الإشارة. يجب أن نسعى للوحدة في الإيمان ولا شيء آخر. الوحدة لا تتحقق في صيغة معينة من النصوص، رغم أن هذه النصوص تظل هامة، بل الوحدة تأتي من السر
الذي نعترف به ونحتفل به، السر الذي نتلمس فيه الإلهام لحياتنا. واليوم إذ يصادف حسب تقويم كنيستنا تذكار الإنجيليين الأربعة، لدينا مثال آخر عن 4 شهادات بحسب متى ولوقا ومرقس ويوحنا. من خلال هذه الشهادات يمكن أن نكتشف وجه يسوع كما عكسه هؤلاء الشهود، والذين وجدوا أنفسهم أمام شخصية فريدة لم يكن بوسعهم أن يبرزوا كل غناها. وخاتمة إنجيل يوحنا دليل على هذا الغنى الذي يستحيل حصره، فيقول: هناك أمور أخرى كثيرة أتى بها يسوع، لو كتبت واحدا واحدا لحسبت أن الدنيا نفسها لا تسع الأسفار التي تدون فيها. يوحنا 21:25. ومحاولة تطيانوس لجمعها لتشكل إنجيلا واحدا لم تنل الإجماع، وذلك لكونها تحجم خصوصية كل إنجيل وشهادته في التعبير عن إيمانه وإيمان جماعته بيسوع. وبالعودة إلى الإيمان النقاوي فهو ليس مؤلفا من صيغة جامدة، حتى وإن كنا نرددها أحيانا بلا وعي، وليست مجرد كلمات بعيدة عن حياتنا. لذا دعونا نحاول أن نرى هذه الكلمات كآثار تعكس إيماننا، وليس كصيغ جامدة، بل صيغة تحدد إجابتنا على هبة الله وتظهر نوعية إيماننا، لأن حياتنا تعتمد على هذا الإيمان. لذلك وبناء على السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الأسبوع من الصلاة: هل تؤمن بهذا؟ نتساءل: هل تؤمن بأن الله هو أب، وهو أب يهتم بأبنائه قادر على التعاطف معهم؟ هل تؤمن بأنه خالق السماء والأرض، وبالتالي فإن الخلق ليس غريبا عن الله بل هو منه ويحفظه؟ هل تؤمن بابن الله الذي هو إله كامل وإنسان كامل، وبأنه بوجوده نصل إلى الله ذاته ونصبح أبناءه؟ هل تؤمن أن الابن قد أظهر لنا محبة الله من خلال موته على الصليب؟ وهل تؤمن بالروح القدس الذي هو قوة الحياة الذي يحيي ويديم كل شيء؟ هل تؤمن أننا جميعا جزء من نفس الكنيسة، جماعة المؤمنين؟ وهل تؤمن بمعمودية واحدة تجعلنا خليقة جديدة في المسيح؟ هل تؤمن بقيامة الأموات وبالانتظار لعودة الرب المجيدة في نهاية الأزمنة؟ هذا هو إيماننا المشترك، ومن هذا الإيمان ندعو جميع المؤمنين في كل الكنائس لتعزيز الروابط الأخوية. الوحدة الحقيقية هي في العودة إلى جوهر إيماننا بالله الآب والابن والروح القدس الذي تجسد من أجلنا وأصبح واحدا منا ودخل في حياتنا. ولتساعدنا الذكرى 1700 للمجمع المسكون الأول على إعادة توجيه أنظارنا نحو يسوع صورة الآب وأخونا، وعلى اكتشاف قوة شركتنا فيه. آمين.
نحمل سويا صليب المسيح، نعبدك نسجد لك نباركك بصلاة ومديح. وأخوات ليسوع، نصلي معا بالكلمات التي علمنا إياها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الضروري الحياة أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين. God, our Father, accept our praise and thanksgiving for what already unites Christians in the confession and of witness of Jesus the Lord. Hasten the hour when all churches will recognize each other in the one communion you willed and for which your Son prayed to you in the power of the Holy Spirit. Hear us, you who live and reign now and forever. آمين. نعمة الرب يسوع الآب ومحبة الله الآب وشركة الروح تكون معكم جميعا إلى الأبد. آمين.
شكرا لكم جميعا لحضوركم ومشاركتكم إيانا في أمسية الصلاة هذه. شكرا للقنوات الإعلامية، قناة العراقية ونهضرة لايف الذين تكرموا ونقلوا هذا الحدث، وشكرا لكل الجوقات التي شاركت. بآني سوقياثة قمشة مخلة من كل عيتاثة ين أمرانت إلى لخا قونو هضرة هد خاصلو يلا سلوطة خويا دقا كل عيتاثة ممطايخ أخنا وأختن الخوتامة خلقتا قادها شوعة قبل الخبن يقارن كوش بشينا.